السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم طاجين د اللحم بطاطا والجلبانه. تيجي ساهل بنين ودغيا تيوجد. فواحد البول غادي نديرو العطريه ديالنا اللي فيها نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال القزبور يابس، ومعلقه كبيره ديال القزبور، وجوج صوصات ديال الثومه اللي حكيناهم من قبل. وغادي نضيفوا لهم 4 كاس ديال الماء اللي فيه ضامه ديال الخرقوم، ولا غادي نديروا خرقوم شعره الا كان توفر عندنا. غنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وندير قطعه ديال اللحم ديالي ونحاول نخلطهم مزيان ديك الشرموله ديال اللي قدينا. الا كان بالامكان نقدروا نحتفظوا بهم واحد الساعه اذا ما كان حتى يتشربوا مزيان. كنا زربانين غادي نحيدوهم ونعاودوا لديك لاصوص نفسها واحد 2 معالق كبار ديال الماء، ونضيفوا ليها البصله اللي قطعناها شرائح كيف ما كتشوفوا. نعاود نخلط مزيان ديك البصله مع ديك لاصوص اللي كاينه عندنا. ناخذ الطاجين اللي غادي نديرو فوق النار اللي تكون مهيله، وغادي نديرو فيه 4 كاس ديال زيت الزيتون، ونفرش فوق من ديك الزيت البصله اللي كنا وجدنا من قبل. نحاول نفرش البصله ديالنا مزيان في الطاجين، ونضيف فوق منها اللحم، ونعاود نغطي ديك اللحم اللي عندنا بالبصله. وما تنساوش الا كان متوفر عندكم واحد العويد ديال القرفه اللي يكون صغير ديروه، راه كيجي زوين وكيعطي مذاق زوين للطاجين ديالنا. مورا ما غطينا اللحم بالبصله من الفوق غادي نسدو على الطاجين ونخليوه مده ديال 20 دقيقه على نار مهيله حتى يطلق لينا الماء ديالو، حتى البصله كتطلق لينا الماء ديالها. وعاد غادي نضيفوا الخضره. بالنسبه للخضره انا درت البطاطا كيف ما كتشوفوا، دورتها على الطاجين كامل. وعاد غادي نضيف وسط ديال الطاجين الجلبانه. غادي نستفوا بطاطا والجلبانه، وغادي نزينو من الفوق بشويه ديال الزيتون. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الفلفله حاره، ما تنساوش تزينوا الطاجين ديالكم بواحد الفلفله حاره، وترشوه من الفوق بشويه ديال القزبور، وتسدوا عليه وتخليوه يطيب على نار مهيله وعلى خاطرو. انا خليته تقريبا 40 دقيقه. مورا ما طاب الطاجين ديالي هكا كيكون الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه، وإلا عجبكم هاد الطريقه وطريقه باش قديت معكم الطاجين، ما تنساوش تخليو ليا لايك، كومونتير زوين، تشاركوه مع الناس اللي كتبغيو، وبصحه وراحه.